أصدقائي في كل مكان، أهلا بكم معانا وعيشها أحلى. عيشها أحلى النهاردة ببطولة شرطتنا المصرية. عيشها أحلى النهاردة بكل شبابنا المصري اللي بيخدم في الشرطة المصرية. عيشها أحلى وانت بتبص لهم وبتحمد ربنا ان انت قادر تعمل مشروعات قومية كبيرة، قادر تمشي في الشارع. وكلنا عرف اعتقد قيمة الشرطة المصرية لما عشنا الخلل الامني الكبير جدا، وشفنا ازاي الشرطة لما كانت بتقع قدامنا وتعبت قد ايه الشعب كان مش عارف لا يبني ولا نعمل اي حاجة، ولحد دلوقتي نحمد ربنا على اللي مصر فيه. يوم 25 يناير بيجسد ملحمة بطولية للشرطة المصرية في مدينة الإسماعيلية الجميلة. المصريين بوفائهم وتمسكهم بأرضهم وتمسكهم بمصريتهم الجميلة وقت الاحتلال الإنجليزي. كلنا عارفين الحكاية الشهيرة ان هم رفضوا يسلموا مبنى المحافظة، فضلوا قاعدين لان معنى وقوع هذا المكان خلاص يبقى الانجليز تحكموا فينا. هم فضلوا الاخر واحد استشهد فيها اكتر من 50 شرطي اليوم ده 25 وحوالي 80 جريح. فجعل هذا اليوم هو يوم عيد الشرطة المصرية. انا لو عليا اعمل للشرطة المصرية وللجيش المصري كل يوم عيد، وخصوصا بعد اللي عدى بينا في الآونة الأخيرة. احنا جيل شفنا وعدينا بثورتين ورا بعض، 25 يناير وبعدها 30 يونيو اللي أثبت فيها الشعب المصري رفضه لتيارات موجودة كانت عايزة تنفذ أجندات غريبة. ومين اللي كان السبب في الكلام ده؟ ما هو لولا وقوف الجيش جنبنا ما كناش قدرنا نعيش اللحظة دي. الشباب بقى اللي موجود دلوقتي يعيشها احلى ازاي؟ يعيشها احلى في ظل الامن والاستقرار، في ظل البطوله الافريقيه اللي هتقام في ارضه، في ظل حاجات كتير جدا، تحديات كتيره جدا. لو كنا نرجع 4 سنين بس ورا كنا هنحس قد ايه ان الكلام ده لا مش ممكن ان مصر هتقف وتعمل المشاريع دي وتعمل الحاجات دي، وكل يوم افتتاح وكل يوم مدينه وكل يوم بص على الناس اللي هي اللي محتاجه وعام ذوي الاحتياجات الخاصه. لا انت شاب عايش، حكومه باصه كويس بتشوف شغلها. سعيده جدا ان انا بقابلكم في احتفالات الشرطه المصريه. تحيه مني لامهات الشهداء الشرطه ولازواجهم ولابنائهم، وتحيه مني ايضا للجيش المصري اللي ما بنساهوش ابدا في اي حلقه، لان لولا فعلا احنا ما نقدرش نعيش. لولاكوا انتوا يا شرطه وبنشوفكم. وعلى فكره الناس الكبيره لما بتشوفها باي ضابط شرطه صغير بيوقفها بلاقيهم بيدعوا لهم، ببقى سعيده قوي بالوعي الجميل ده. سعيده بالشعب الواعي واللي فاهم كويس قوي دور الشرطه المصريه. ربنا يقويكوا اكتر واكتر وتكونوا فعلا ظهر لينا على طول علشان احنا نبني ونشتغل في جميع المجالات. لولاهم ما نعيش الامن ده ولا الامان. هطلع فاصل وهرجع. معايا ضيوفي بيشتغلوا في مجالات مختلفه جدا، كلهم شباب وفي مجالات وقطاعات مختلفه. تعالوا بينا مع بعض نشوف وجهة نظرهم ايه وهم ازاي مخططين لحياتهم في ظل عصر يشهد مشاريع قومية كثيرة. هم عاملين الاستراتيجية بتاعتهم ازاي والبلان بتاعهم ماشي ازاي. هطلع فاصل وارجع لحضراتكم. رجعنا مرة تانية لاستوديو الهواء، وزي ما بقول لحضراتكم الجيش المصري والشرطة المصرية هم فخر المصريين. على فكرة الجيش المصري مش بس فخر المصريين، هو فخر الوطن العربي كله. هو الجيش الوحيد في الأمة العربية كلها، فهو درة التاج في الوطن العربي. ما تخلونيش احس بالفخر اكتر من كده، لان كل ما بشوف الفيديوهات اللي بتطلع دي يا شيماء بتعملي فاصل بيها بحس بالعزيمه وبالقوه، فعلا بتبقى فيها شحذ للهمم. والشباب اللي معايا في الاستوديو نفس الاحساس بيجي لهم. اسمحوا لي بقى ارحب بضيوفي. هبدا كده من اول عبد الرحمن سوري اسفه. عبد الرحمن مصطفى، اخصائي خدمه عملاء باحدى شركات الاتصالات. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انتوا بقى بتعذبونا لما بتقعدوا تردوا علينا وبتعذبونا كده؟ لا حرام، ما بيعذبوناش، بيبقوا ناس شيكا. عموما احمد لا نمشي بالترتيب. اسراء محمود، طالبه في كليه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه اسكندريه. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. نورتيني. الفرقه الرابعه مش كده؟ الفرقه الرابعه عشان ما ننساش حاجه. تمام. شيماء ابراهيم، اخصائي موارد بشريه. اهلا بيكي يا شيماء. حضرتك.
احمد كمال رئيس وحده باحدى شركات البترول. اهلا بيك يا احمد. نورتوني في استوديو الهوا، تخصصات مختلفة، واحنا النهاردة بصدد الاحتفال ب 67 سنة على الشرطة المصرية. هنطلع فاصل للأذان ونرجع مرة أخرى. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما قلت لحضراتكم هم تخصصات مختلفة وهنشوف هم بيفكروا ازاي. عبد الرحمن ابدا بيك، وزي ما قلت لكم بفكركم النهارده بقى لنا 67 سنه بنحتفل بعيد الشرطه المصريه. تخيلوا 67 سنه، يعني اللي حضر احداث 52 او مولوده سنه 52 عنده 67 سنه دلوقتي. يا شباب برضه اوعوا تتضايقوا. عبد الرحمن، اخترت مجالك ده بناء على ايه وانت خريج ايه اساسا؟ اول حاجه اسمحي لي اشكر حضرتك بس واسره البرنامج على الاستضافه الجميله دي، ان انتوا اتحتوا للشباب اللي زينا الفرصه ان هم يعبروا عن امتنانهم لجهاز من اجهزه الدوله ويشكرهم في عيدهم على اللي بيعملوه عشاننا. حته بقى المجال ده انا اخترته وانا بعد ما خلصت كليتي، كان مجال الاتصالات. حصل فيه في مصر طفره كبيره جدا. انت كليه ايه؟ انا كليه تجاره، جامعه اسكندريه. قسم ايه معلش لازم اعرف؟ قسم محاسبه. محاسبه؟ طب جميل، زميل عزيز. ف اول ما اتخرجت طبعا دخلت الجيش، اديت الخدمه العسكريه، وبعد ما خلصت الجيش بدات انطلق بقى في سوق العمل وابحث عن وظيفه علشان ابدا حياتي. فكان مجال الاتصالات واحد من ضمن المجالات اللي شهد طفره جامده جدا في الاونه الاخيره، ومصر تقدمت فيه جامد جدا جدا جدا، وده برضو يعني بفضل الامن والاستقرار اللي متواجد. يعني هي كلها مكمله بعضها، ده حقيقي بفضل الامن. وتم فتح شركات جديده في مجال الاتصالات بالظبط، والمجال يعني حتى الشركات اللي كانت موجوده فعليا بدات تتوسع وتكبر وتدخل تكنولوجيا جديده في مصر. يعني وبعدين مجال الاتصالات بالذات من المجالات الحساسه جدا في الدوله، وشهد تطور جامد جدا الفتره الاخيره. فده بفضل الامن والاستقرار اللي البلد فيه الحمد لله. فكان بسبب التوسع الكبير ده ظهرت وظائف وفرص ياما جدا للشباب اللي لسه متخرج. فقدرت ان انا بسهوله جدا الاقي فرصه عمل في احدى الشركات، والحمد لله ربنا وفقني فيها وشغال فيها يعني كويس جدا يعني. انا عارفه ان اللي هو بيبقى خدمه عملاء ده بيبقى دايما عنده بيبقى قدره للتعامل مع الناس. انت عندك قدره على الاتصال بالناس، يعني بتبقى مهمه قوي في مجال العلاقات العامه. كنا درسنا زمان ان اللي هو المذيع مسؤول العلاقات العامه في اي شركه بيبقى لازم يكون عنده قدره على التواصل مع الغير. طبعا هو ده تقريبا يعني حضرتك بتتكلمي في اساس الموضوع كله. هو لازم يكون عنده قدره على يعني الفهم وحل المشكلات. لازم يفهم العميل. يعني العميل ساعات بيتكلم بيحكي بيبقى الكلام كتير جدا، لازم انت تستنبط بسرعه هو عايز ايه. ده بالتليفون مش كده؟ لا ده في الفروع. ما انا قصدي لو انت اتعاملت مباشر. انا بشوف كمان ناس ما بتعرفش تمسك موبايل اساسا وبتيجي تجنن الشباب اللي زيهم. فعلا هو بيحصل حاجات كتيره زي دي، بس يعني الموظف لازم يكون عنده يعني يقدر يطلع لمستوى العميل او ينزل لازم، وما يحسسش كمان اللي قدام منه بده. يعني لازم اشاطر في الحته دي كويس جدا، اعرف اطلع للي بيفهم اكتر مني واحسسه ان انا فاهم زيك، وانزل اللي اقل مني وما احسسش ان انت اقل مني. دي بتبقى مهاره طبعا، وده لازم تكون عند موظف خدمه العملاء عشان هو بيتعامل مع اعداد كبيره خلال اليوم، ولازم يؤدي الخدمه بشكل مختلف لكذا واحد. بالزبط. يعني مش كل الناس تبقى جايه عشان نفس الطلب. بالظبط. انت ممكن تتفاجئ في مره بطلب انت ما كنتش عملته لحد قبل كده، فلازم يبقى عندك سرعه بديهه وانك تعرف تتصرف بسرعه وتتعامل بسرعه مع الموقف. جميل جدا. انا بفرح قوي ان حد بيبقى بيؤهل نفسه لسوق العمل وبيبقى عنده المرونه ان هو يتعامل مع الوضع الموجود. اسراء اقتصاد وعلوم سياسيه سنه رابعه، على فكره بالصدفه لسه مخلصه الميد ترم بتاعها النهارده، وكان عندها ماده صراع دولي. المذيعات فتانين لازم يقولوا كله. وكان صعب برضه. وكان الامتحان صعب. ما تقوليش اسم الدكتوره اللي هيحطك في دماغك. مش هقول. ممكن تسكتي ما تقوليش اسمه خلاص. الامتحان جه جميل وانت مبسوطه والانبساط بدليل جايه على الهوا تعمل الانترفيو خلاص. تمام. اختيارك لاقتصاد وعلوم سياسيه كان بناء على ايه؟ كان بناء على ان دلوقتي مجال الاقتصاد والعلوم السياسيه بقى مفتوح اكتر، بقى مطلوب جدا في معظم الدول وفي مصر. يعني مصر محتاجه يعني سياسيين واقتصاديين يفهموا يكملوا مسيره نهضه مصر. يعني زي مثلا مصر دلوقتي يعني في مسيرة كبيرة جدا للتقدم. لو جينا شفنا هنلاقي مثلا العجز الكلي للميزانية انخفض مثلا ل 8.5%،
ومن المتوقع ان هو يقل اقل من 5% في 2021. الاستثمارات بدأت تزيد، البطالة بتقل، الشباب بقى بيتكلم وبقى يعني هو اللي بيقود، او احنا بقينا الدرع التاني للشرطه يعني. ايوه، انا شايفه الرئيس بقى مؤتمرات شباب، منتدى شباب العالم، مؤتمرات شباب العالم، ومن مؤتمرات محليه لمؤتمرات عالميه، والشباب كله بينطلق وبيعبر عن رايه. وعلى فكره القياده السياسيه فعلا اعطيهم اهميه كبيره جدا، ودور الشباب اقتصاد وعلوم سياسيه دوركم مهم جدا في توعيه الناس اللي ما درستش سياسه للحياه السياسيه، عشان ما حدش يضحك عليهم بالزيت والسكر بعد كده يا اسراء. الاجيال الجايه يعني احنا كشباب سننا قريب للاجيال الجايه، فاحنا هنقدر ان احنا نفهمهم اكتر قوانينهم، حقوقهم، ازاي الدوله بتنهض، عشان فعلا زي ما حضرتك قلتي محدش يضحك عليهم بالزيت والسكر زي ما حصل. احنا هنفضل نجيب لكم ازازه زيت وازازه وكيس سكر لو انتخبتونا، وبعد كده ما تشوفهمش الناس دي. ففعلا دورهم مهم قوي كناس فاهمه العمل السياسي، وتفهميهم دورهم مش بس ان هم يعطلوا المنابر، تفهميهم ان هم يدوا صوتهم في انتخاب. كمان المجتمع المدني بيوفر للشباب ان هو يعني يتطوع، يساعد في نهضة مصر، يعني مش بس ان احنا عايزين سلطة او عايزين مكانة او منصب، لكن في كمان ان احنا ممكن نشارك فعلا في نهضة مصر. المجتمع المدني مفتوح جدا ان احنا نساعد في بلدنا، مفتوح جدا. كل يعني الرئيس ومعظم المؤسسات دلوقتي سايبه الشباب تتكلم، وسايبه لهم المجال ان هم للاقتراحات. المبادرات بقت كبيره جدا بشكل كبير جدا، وزي يعني مبادرات دلوقتي، حملات نظافه، حملات بيئيه، ده كفايه حمله حياه كريمه، وكفايه 100 مليون صحه مثلا، او 100 مليون صحه حياه كريمه دي، وان هم يلفوا على الناس البردانه في الشتاء في الشارع. يعني دي اقوى تحيه بقدمها للرئيس وبقدمها للحكومه اللي بتنفذ الكلام ده بمصداقيه، والخط الساخن اللي معمول علشان الناس البردانه دي. لمحه انسانيه فوق مستوى في ظل دوله تعبانه ماديا، احنا برضو تعبانين ماديا. كملي كلامك قبل ما اجيب السكريبت. يلا. تمام. وكنت عايزه اشكر طبعا الشرطه، لان يعني هم السبب في الامان اللي احنا فيه. يعني مثلا لو حد انقذ حياتك انت بتبقى عايز تشكره، هما ما بيستنوش مننا شكر اصلا. فاحنا يعني لو هنشكرهم فاحنا المفروض نشكرهم كل يوم، مش بس يوم واحد زي ما حضرتك قلتي. متعرضين على طول للخطر. واللي على فكره ضابط الشرطه ده ما هو يا اما اخويا يا اما ابن عمي يا اما ابن خالي، ونفس حكايه الجيش. يعني على فكره في نكسه 67 يقال ان ما كانش فيه اسره مصريه الا ما فيها شهيد. فمصر يمكن اكتر دوله تصدت للارهاب حاليا. احنا اللي واقفين درع الوطن العربي كله. مين اللي بيحارب باسم الوطن العربي كله الارهاب في سيناء؟ مين اللي بيحارب المنظمات الدوليه اللي عماله تدفع علشان تفجر وتعمل؟ وهل مصر لو وقعت يعني سبحان الله، اغنيه ام كلثوم لو هي وقعت فعلا مش هتشوف الشرق ده يرفع الراس بعدي فعلا. ده حقيقي، مش تحيز لوطني والبلدي بس، لا ده هي مصر كده فعلا، هو ده قدرها. مصر الفرعونيه، مصر اللي وقف عندها الهكسوس اللي احمس طردهم، ومصر اللي وقف عندها التتار اللي قطز طردهم، مصر اللي وقف عندها كل غزو عالمي، هي مقبره الغزاة وستظل ان شاء الله. جعلك الدور. الموارد البشريه كيفيه استغلالها في ظل المشاريع القوميه الكبيره؟ طبعا انا اولا بشكر حضرتك وفريق العمل طبعا على الاستضافه الحلوه والحلقه الجميله دي. طبعا الموارد البشريه بتستغل ده من خلال التوعيه، القيام بالمهام الوظيفيه طبعا، التوعيه، يبقى في مهارات، خبرات، كورسات، فرص عمل طبعا. كل ده بيبقى دور اساسي للموارد البشريه مع اي شخص من الاشخاص. طبعا ده بنكتسبه من خلال لازم ندرب الشباب على كيفيه العمل. طبعا يكون فيه تخطيط، تنظيم، توجيه ناحيه من الناحيه العمليه، سواء في شغلهم، في دراستهم. طبعا الموارد البشريه هي بتبقى الواجهه لاي مكان. يعني انا طبعا في شغلي
بقوم بكافة التوجيه والإرشاد لأي عامل في الشركة، لأي موظف. كلنا فريق عمل واحد، رؤساء مديرين موظفين، كلنا واحد، كلنا أسرة واحدة، كلنا بنكمل بعض طبعا. أي حد بيساعد أي حد، أي حد بيوجه أي حد طبعا، ودايما كلنا واحد، يعني مفيش أي فرق بينا في أي حاجة. لو في حد في حاجة ناقصة فيه احنا بنكملها طبعا. من خلال بنقول له، يعني انا بقول له مثلا انت محتاج تتنمي في مجال كذا، فاضل حاجة عندك في الناحية دي ناقصة، فانت تكملها بكذا عشان يخدم مجاله بشكل افضل. طبعا اهم طبعا بحيي الشرطة والجيش المصري، كل سنة هم طيبين، انا فخورة جدا بيهم. ربنا يا رب يوفقهم، وربنا يرحم كل شهداء مصر يا رب، ويا رب نكون دايما في تقدم وازدهار بيهم. هم الامن والامان بتاعنا طبعا، احنا الصف التاني بتاعهم، واحنا دايما معاهم ودايما واقفين معاهم. وطبعا واجب علينا كلنا اللي احنا ننمي عند اولادنا ونعرفهم يعني ايه عيد الشرطة، يعني ايه علم مصر، يعني ايه حرب اكتوبر، قد ايه الناس دي تعبوا، قد ايه هم اجتهدوا فعلا، قد ايه بيحافظوا علينا، قد ايه بيضحوا عشاننا. فكل يوم عيد للشرطة طبعا، مش 25 بس، لان هم بينزلوا وبيقفوا عشاننا. المرور، سام الشرطة، جميع بصي ابسط حاجة في الاعياد طبعا ده، بصي تلاقي كل الناس اجازات طبعا، عارفه يا شيماء، كله اجازات ما عدا الشرطه واحنا. طبعا احنا كمان بننزل في الاجازات. المفروض يعملوا لنا عيد. يعني بصي كل الناس بتبقى اجازه مثلا. طبعا يوم شم النسيم الناس كلها اجازه بقى، وايام وما اعرفش ايه. هم بينزلوا في العيد الصغير تبص تلاقي الناس برضو كلها اجازه، اول يوم العيد تبص تلاقي مثلا ايه اعلامي نازل. العربيه الوحيده تبقى ماشيه واشوف بتاع الشرطه واقف قصادي. اقول له الحمد لله ان في ناس بتدفع برضه ونزلت من بيتها. ما هم بيكملونا واحنا بنكملهم برضه، وكلنا في الاول والاخر واحد، كلنا وطن واحد، وكلنا بلد واحده وشعب واحد. ده حقيقي، فلازم كلنا نبقى ايد واحده طبعا، وربنا يوفقنا للخير ده. على فكره بالنسبه للموارد البشريه في المشروعات القوميه انا سعيده قوي، لان اي دوله تانية، اي دوله عربيه مثلا لما بتعمل مشروع قومي كبير بتبقى عندها مشكله، عارفين ايه؟ ما عندهاش الشباب والتعداد السكاني والموارد البشريه اللي تقوم لها المشروع ده. انما احنا عندنا خريجين تجاره خريجين هندسه كتير، فالحمد لله عندنا ولادنا اللي يصدوا في المشروعات دي. هنحتاج ايه بس؟ ممكن خبرات اجنبيه لتدريب هؤلاء الشباب. ومش قادره اقول لكم ده بينفع قد ايه في مشروعات كبيره. يعني اي دوله عربيه، دول الخليج مثلا، اول ما تعمل مثلا قناه جديده، مين اللي عامل قنوات اساسا واعلام الدول كلها العربيه؟ هتلاقيه اساسي مصري. الصحف العربيه اساسها مصري، القضاء والدستور مصري طبعا. ده حتى تحيه العلم بتاعت الدول العربيه عبد الوهاب ومحمد فوزي والناس دي هم اللي عاملين لهم الموسيقى. فتقول لي مين هي مصر؟ اقول لك لا، مصر هي مصر. هم دول الفراعنه، هم دول المصريين الرياده. ايوه طبعا. صديقي بقى اللي بيشتغل في مجال البترول، كلمني عن المجال ده. انت خريج ايه اساسا ودخلت المجال ده؟ انا خريج اداره اعمال ونظم معلومات. بشتغل في احدى شركات البترول. قطاع البترول هو اهم قطاع يعتبر في البلد، القطاع الوحيد اللي موقفش في جميع الثورات اللي حصلت، هو القطاع الوحيد اللي شغال باستمرار. محتاجين الامن والامان، وده بيخلينا دلوقتي نشكر كل شرطي على نقطة دم ثابت من ايام 67 سنة في 1952 في اسماعيلية، مبنى المحافظة الانجليز كانوا عايزين ياخدوه، اللي وقف لهم الشرطة المصرية 50 شهيد 80 مصاب. طب ممكن يسلموها سهلة بالظبط كده. ده احنا شفنا دول عربية جيشها سلم الارض ومشى. شفنا اوطان ولادهم بيسيبوا ارضهم وبيمشوا. هاتلي بقى مصري واحد ساب ارضه وتهجر او كان لاجئ. احنا نموت ولا نسيبش ارضنا. ما وقفوش عن كده كمان، ما هو نموت ولا الدفاع عن البلد في الثمانينات، الدفاع عن الارهاب في الثمانينات اللي كان سايد في البلاد حقيقي. ولحد النهارده، احنا النهارده من 2011 لحد 2019 وصلنا ل 1000 شهيد شرطي بس. ده حقيقي. فده كل الشكر ليهم حقيقي. 1000 ده رقم، انت عارف يعني ايه 1000 ده رقم كبير جدا طبعا. وده
ودينا بقى في سكه البترول، ان احنا كل المشاريع القوميه محتاجه الامن. فهم الدرع الاول ليهم، دايما الدرع الاول هو الشرطه والجيش. لو من غيرها مش هتقدر تشتغل وتنتج. بالظبط كده. احنا عندنا حقل زهر، حقل نورس، ما كل دي مشاريع احنا محتاجين الامان ليها. بالظبط. فمين اللي بيأمنها؟ هو الجيش والشرطه. الجيش والشرطه. وانتوا برضو كشباب اللي بتديروا المنظومه الكبيره دي، يعني ببقى سعيده بيهم بامانه لما بشوفهم قادرين على انهم يحموا وطنهم، قادرين على انهم يشيلوا العبء ده. شركات كبيره جدا وبلاقي القيادات فيها سنها صغير وصغيرين، وببقى سعيده. مديرين في بنوك وهكذا. ففعلا فعلا الحمد لله احنا المصريين عندنا الموارد البشريه. انت كنت قلت لي نفسك تتكلم على الامم الافريقيه، انت اللي قلت كده ولا حد تاني قبل كده؟ هو احنا الفكره بتاعت افريقيا هي الناس كلها بتتكلم كويس ان احنا استضفناها، بس التوابع ده جاهز ازاي الاول يعني. كان في مؤتمر كوميسا من شهر 12 ده، احنا مصر تزعمت الدول الافريقيه. ما جاتش يعني كده اللي احنا هننظم بطوله افريقيا كده فجاه. لا، احنا لازم نرجع شويه بالذاكره. مؤتمر كوميسا احنا اتزعمنا دول افريقيا، وبالتالي احنا لما دخلنا في مواضيع مباشره ان احنا ننظم احنا ولا جنوب افريقيا، احنا لما ساعه 2010 كاس العالم احنا ما خدناش ولا صوت. صفر المونديال الشهير فاكرينه قدام جنوب افريقيا. احنا النهارده اخدنا 16 صوت من دول افريقيه. فده حصل على اي اساس؟ ان الرئيس في مؤتمر كوميسا عمل اتفاقيات ياما، فده دعم لينا. احنا ما كناش كان في حاجه. تحيه للخارجيه المصريه وتحيه للسياسه المصريه اللي هي ما دورتش ظهرها لافريقيا، لان احنا قعدنا هاملين قوي افريقيا فتره طويله وعاطين ظهرنا للقاره السمراء. بالظبط. وهنا اللي احنا منها لازم بقى كل شاب بقى في مصر، لا احنا لازم ننجح البطوله ديت. ازاي ننجحها؟ ان احنا ننظمها كويس، ما فيش حاجات خارجه تحصل مننا. صح. نهتم بقى بالحاجات ديت شويه. احنا النهارده اللي حصل في اسماعيليه في ماتش الاسماعيلي ده ما يصحش يعني. احنا النهارده استاد اسماعيليه من اكبر الاستادات في الجمهوريه، استبعد من اللي هو ينظم البطوله. طب ده حاجه مش كويسه. ليه نخلي صورتنا وحشه؟ هي لازم بص فرض عقوبات. انا لو بتكلم بقى بامانه، اي سلوك الالتراس والكلام ده والهزار اللي بيحصل والكلام ده ما يحصلش. في فرض عقوبات، في سجن، في تغريم فلوس. لو انت وجعت جيب اللي قدامك عمره ما هيعمل الجرم ده تاني. علم مصر غالي علينا قوي اللي بيترفع في اي مباراه. كلنا شفنا قدوه هايله محمد صلاح لما عيل صغير كان بيعيط من الجمهور جراله لحد عنده عشان يديله التيشيرت بتاعه. فعلى فكره هو لما بيعمل كده ده بيدل على امه هو جاي منها، على شعب هو جاي منه. هو ده بقى المصري الفرعوني اللي انا بقول عليه. انما اي سلوك تاني ده خارج عن مصريتنا، ده جاي من الهمجيه اللي دخلت في حياتنا، السلوكيات اللي هي الغريبه، الالفاظ الغريبه. ارجعوا لتاريخكم وبصوا على افلامكم القديمه وشوفوا اجدادنا من ايام افلام عبد الوهاب كانوا بيتكلموا برقي ازاي، وبصوا احنا كنا ايه وكيرفنا نزل حتى في الحوار بقى ازاي. فارجوكم دي فيصل لسياحه جديده، لميلاد جديد، لمصدر لدخل قومي جديد. خليكم قد الحدث. علم مصر يستحق. خليكم معايا، هطلع فاصل وارجع لكم تاني. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، وزي ما بقول لحضراتكم بكون سعيدة جدا لما بيبقى معايا شباب. البرنامج ده دايما بيديني طاقة أمل وتفاؤل في شباب مصر. هرجع تاني يا عبد الرحمن، كل واحد فيكم بقى يقول كلمة بمناسبة عيد الشرطة ويتمنى ايه يشوف مصر فيها وملكهم عليك بسرعة. أول حاجة أنا عايز أشكر رجال الأمن من أول السيد مدير الأمن في اسكندرية لحد أصغر فرد في الداخلية، وعايز أقول لهم إن بجد يعني أنتوا في الصف اللي قدام وإحنا وراكم على طول. أنتوا مش لوحديكوا، إحنا كمان لازم كل واحد فينا سواء في كلية لسه أو بيشتغل في مكان، هو كمان في مكانه بيحارب زيكم بالظبط عشان البلد دي تنهض وتبقى أحسن. كلنا بنحارب عشان الفترة دي فعلا فترة عصيبة ولازم نبقى كلنا إيد واحدة. فاحنا عايزين بس نقول لهم ان احنا كشباب احنا معاكم وحاسين جدا 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 بالمجهود المبذول. بجد يعني في فرق ملحوظ جدا في كل حته في اسكندريه بالنسبه لموضوع الامن ده بالذات. الحمد لله.
انا احب اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، الشرطه والجيش، ويعني بنشكر مجهوداتكم كبيره جدا، وربنا يديمكم لمصر ويحفظ مصر. ويعني احنا دورنا كشباب ان احنا نوعي غيرنا بعدم الترويج للشائعات، وان احنا نقول ان مصر مكمله ومصر هتقف، مصر بتنهض، مصر مش يعني دلوقتي السياحة مجال مهم جدا، فاحنا المفروض نروج ان مصر فعلا ناخد بالنا في بطولة العموم الافريقية بالظبط. دي بقى مهمتكم انتوا تروجوا صح. دي هتجذب سياحة كبيرة جدا واستثمارات كبيرة جدا، فاحنا المفروض نروج ده ونروج للاعلام ده، الاعلام الايجابي اللي فعلا هيعود بعائد كبير جدا لمصر. صح. يعني ما نبصش للسلبيات، في سلبيات بس نحاول ان احنا نصلحها، مش نقعد نتكلم عليها، بس ان احنا نطورها ونصلحها. بس جميل. كل سنة وهم طيبين وربنا يوفقهم ويحميهم ويحفظهم. وانا بشكر كل حد في الداخلية من اكبر حد لاصغر حد، واحنا دايما معاهم ووراهم ودايما هندعمهم، وهم الصف الاول واحنا الصف التاني ليهم ودايما معاهم، وربنا يا رب يوفقهم ويرحم جميع الشهداء يا رب. هي رسالة شكر وتهنئة كل شرطي، وخص بالذكر القيادات الأمنية في قطاع البترول اللي هو عبد الله خليل، العميد علي علام، العميد هشام محمود. الناس دي أنا بشوفها بتتعب قد إيه عشان تحافظ على المنطقة الجغرافية للبترول. فرسالة شكر وتهنئة وكل سنة وانتم طيبين. جميل، لمسة عرفان بالجميل حلوة جدا منك، ولمسة عرفان بالجميل مننا كإعلام اسكندرية وقناة اسكندرية لكل نقطة دم نزلت من شهيد في سبيل الوطن ده، ولكل أم شهيد ولكل زوجة شهيد ولكل ابن وابنة بيكبروا من غير أبوهم علشان خاطر مصر تعيش. كون رافع راسك يا ابن الشهيد ويا زوجة الشهيد ويا أم الشهيد. الله يصبر قلوبهم، وتحية مننا للشهداء وتحية مننا للشرطة المصرية. كل سنة وحضراتكم طيبين. 67 سنة مروا على عيد الشرطة، وبال يا رب كده دايما نحتفل بيكم، دايما رافعين راسنا، حاطينكم على راسنا زي التاج. أشكركم وإلى اللقاء. كلنا نفس التحدي.